الاوردر ده لسه جايبه من كنتاكي وكان سعره على الابلكيشن 300 جنيه، بس انا بقى يا باشا دفعت فيه 150 جنيه. تعال اقول لك ازاي. مساء الفل. بعيد عن لون الشعر ده، واحد صاحبي لسه مكلمني دلوقتي وبيقول لي في حوار داير على الابلكيشن بتاع KFC. ايه هو يا عم الحوار؟ قال لي ان في كود بيتكتب على الابلكيشن بيديك الاكل بنص ساعه. انا الصراحه ما صدقتوش لان الحدايه ما بتحدفش كراكيب. عملت سيرش على بيدج كنتاكي وعلى الابلكيشن ما لقيتهمش اصلا بيتكلموا عن موضوع الكود ده ومش قايلين اللي فيه خاص. فانت يا عم انت جبت الكود ده منين ولا انت بتسوحني؟ قال لي لا والله العظيم انا حتى بكلمك وماسك الدبوس في ايديا، وفعلا كان بيصور وهو بيكلمني. طب يا عم جبته منين؟ جبته من واحد صاحبي. طب صاحبك جابه منين؟ جابه من واحد صاحبه، ومش عارفين مين اللي عمل الكود ده وايه حكايه الكود ده، بس هو شغال وهنجرب دلوقتي مع بعض. نفتح يا باشا الابلكيشن. هو مبدئيا لازم تطلب حاجات ب 300 جنيه، يعني هتطلب ب 300 هتاخد خصم 150 جنيه، هتطلب ب 600 برضه هتاخد الخصم 150 جنيه، يعني هو الخصم اخرك 150 جنيه. فاحنا هنحاول بقى نطلب حاجات ب 300 جنيه عشان ندفع 150 جنيه بس. انا اصلا بقالي فتره موقف فرايد تشيكن، فنحاول نجيب البوكس بتاع الجمبري ده فيه يا باشا 7 قطع جمبري وكول سلو وبطاطس ورز وعيش و2 صوص ومشروب، وده سعره ب 209. هو غالي، 7 قطع جمبري ب 209 كتير، بس هو يوقف علينا ب 105 مثلا. هنطلب ده يا باشا ونحاول بقى نشوف حاجه تانية كده عشان نقفل ال 300 جنيه. في حاجه هنا اسمها ماي باكيت، في قطعه فراخ و2 ستريبس وبطاطس وبيبسي وب 92 جنيه. احنا يا باشا بقى نضيفه كده الحساب 301. نيجي بقى يا باشا في الكود بتاعنا هنكتب نيو 50 ونعمل تطبيق رائع، وزي ما انت شايف كده يا باشا خصم 150 جنيه. وممكن تطلبه من الابلكيشن وتحدد اقرب فرع ليك وتروح تستلمه من هناك، ده لو انت عايز توفر ال 25 بتوع التوصيل. بس معلومه بقى ان الكود ده مش شغال مع الناس كلها، ده شغال للناس اللي بتطلب اول مره بس. لو طلبت منه قبل كده اعملها في تليفون اخوك، اخوك طلب اعملها في تليفون اختك، اختك طلبت اعملها في تليفون ابوك، اي تليفون قدامك اطلب منه. عقبال ما الاكل ما يجي يا ريت تسيب لايك وتعمل شير في كل حته ومنشن لاصحابك، لان انا ما اعرفش الكود ده هيفضل شغال لغايه امتى، فالحقوا بقى اطلبوا وعيشوا. في حاجه غلط والله العظيم، الاوردر وصل لي في 16 دقيقه، ودي وعهد الله عمرها ما حصلت. 16 دقيقه ازاي؟ ده هي اصلا المفروض الفراخ بتتقلي في 20 دقيقه. هو كنتاكي ماله يا جدعان؟ خضنا عليه والله. ده الماي باكيت، ودي الكولا اللي معاه، وده بقى يا باشا البوكس بتاع الجمبري، ودي الكولا اللي معاه وكل سلوه، يعني مفيش حاجه ناقصه، ومعالق وكاتشب ومناديل. نفتح يا باشا ونشوف ايه الكلام. ده شكل الماي باكيت من جوه، قطعه دبوس وقطعتين ستريبس، بس زي ما انتم شايفين كده ستريبسيه بيبي خالص، ومعاهم باكيت بطاطس. نقول بسم الله وندول فراخ. بسم الله. ايه ده؟ فراخ كنتاكي بيضه من جوه. الفراخ الصراحه جايه طعمها حلو قوي وبيضه من جوه يا باشا. فراخ كنتاكي من جوه بيضه ازاي؟ ده انا اصبغ لكم شعري بقى كل يوم. نشوف الستريبس. انا مش عارف هي ستريبس ازاي الصراحه. انا الصراحه ما اعرفش النهارده كنتاكي ماله. لا الصراحه الفراخ ولا كلمه. نقفل ده يا باشا ونشوف البوكس ده بيقول ايه. البوكس ده جاي معاه الكول سلو. نفتح كده بسم الله يا سيدي. ده الرز اللي معاه سويت شيلي ومايونيز، وده عيش كنتاكي اللي عمره ما اتغير، وباكت بطاطس، ودول يا باشا السبع قطع جمبري. باينين؟ باينين، يعني حجمهم متوسط شغال، بس يا رب بقى يكون نفس الطعم اللي انا اكلته زمان. بسم الله. لا هو الصراحه ما عجبنيش زي ما انا ما كنت متوقع. انا قبل كده اكلته من عندهم حبيته قوي الصراحه، المره دي حاسس اللي هو مش فريش قوي. ندور كده بالمايونيز. الصوص ده جبار يا جدعان، حلو قوي. نفتح بقى العيش بتاعهم مفرول قوي عادي، بس مش هنبقى بجحين بقى، ده احنا دافعين 150 جنيه. نحط حتتين جمبري يا باشا وننزل بقى بشويه صوص على حتتين بطاطس، شغال مش هتقول لا. ونخبط يا باشا بقى لقمه جباره بالسندوتش ده. بسم الله. لا يا جماعه كنتاكي النهارده الصراحه عالمي، بغض النظر عن الجمبري هو ما عجبنيش قوي، بس اللي انت جايب الحاجات دي من كنتاكي ب 150 جنيه، انا لغايه دلوقتي مش مصدق والله، مش متعود منهم على كده. نشوف كده الرز. انا مبسوط. وبس كده، ده كان فيديو النهارده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. يا ريت لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وفولو للبيج، واعملوا منشن وشير في كل حته عشان كله يقدر يستفاد من الخصم ده. كان معاكم عمرو عزت، اشوفكم في فيديو جديد. سلام.